السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام ان شاء الله. النهاردة معادنا مع المحاضرة الرابعة الهومونيمز اند الهوموجرافز، الكلمات المتشابهة في الكتابة العلمية. طبعا الدرس ده مهم ليه؟ عشان اعرف الكلمة. لو عندي كلمة معينة وغيرتها هتديني معنى تاني، فانا عايز اعرف الكلمات المتشابهة في الرسم ولكن مختلفة في المعنى. في الرسم يعني نفس الحروف، والكلمات المتشابهة في المعنى ولكن مختلف، يعني متشابهة في الرسم بس معناها مختلف. حلو، اللي هو السبيلنج واحد بس المعنى مختلف، والممكن يكون المعنى مختلف بس الكلمة ليها نفس الرسم. تعالوا نشوف مع بعض ليه اصلا الكلمة مهمة. تعال نشوف مثلا مثال هنا. يقول لك ان العالم اراد انه يحلل التربة. هنا العالم اراد انه يحلل التربة. طيب الناحية التانية هنا الفارس اراد انه يحاول التسلق. دي الكلمة دي لما غيرت حرف واحد بس فيها، يعني الكلمة دي ادتني معنى تاني اصلا. فدي فايدة الدرس النهاردة، ان ممكن حرف يغير في معنى الكلمة اصلا. تمام. مثال تاني زي we observed significant effect with a drug didn't affect the result. هنا نحن لاحظنا تأثير كبير في الأولى، لكن التانية الدواء لم يؤثر على النتائج، فطبعا اداني معنى مختلف تماما. يعني المعنى ده مش هو المعنى ده تماما. طيب أنواع الكلمات المتشابهة دي عندي نوعين، هم الهومونيمز والهوموجرافز. هومونيمز الكلمات المتشابهة لفظا، لها نفس الايه، لها نفس الساوند، نفس الصوت ولكن معنى مختلف، وساعات كتابة مختلفة، ولكن هم ليهم في متشابهين في اللفظ. حلو، يعني الى حد ما في اللفظ. طيب الهوموجرافز اللي هي متشابهة في الكتابة، بتبقى في متشابهة في الكتابة، نفس الكتابة، ممكن مختلفين في المعنى وممكن مختلفين في الصوت كمان. زي هنا بيس دي افيش، ودي بس دي يعني لو ساوند. في الاول هنا فلور اللي هو فور باركينج، فور بيكنج اللي هو الخبز يعني. اما اللي هو الدي يعني. اما التاني ده الفلور اللي هي الزهرة، ده نبات. طيب تمام، حلو جدا. تعالوا بينا ناخد مثال ونشوف الفرق ما بين كلمة افكت وافكت. يعني كلمة يؤثر وتأثير. شوف اختلف المعنى باختلاف حرف واحد. كلمة افكت فعل بمعنى يؤثر. حلو حلو. ده بيؤثر او يغير شيء. تمام. The catalyzed affect reaction speed، العامل الحفاز يؤثر على التفاعل. هنا بيقول لك affect is action، التأثير ده فعل او يؤثر ده فعل، يعني بيبقى فيه فعل منه مش اللي هو اسم او كده. لكن effect ده اسم، بتبقى نتيجة او outcome، حاجة خارجة يعني. يقول لك التأثير كان measurable، يعني كان التأثير قابل للقياس. هنا التأثير ممكن يكون verb meaning to bring about as effect change، تغير التأثير. ممكن يكون فعل نادر يحقق التغيير. حلو حلو جدا. طيب نروح اللي بعده. الفعل اليسيت واليسيت برضه، بس الفرق ان دي بالاي ودي بالاي. حلو حلو. فيرب إليت الأول معنى فعل يستخرج أو يستدعي. يقول لك ال experiment was designed to elicit an immune response، يعني التجربة صممت لتستخرج استجابة مناعية. طب elicit التانية اللي هي كصفة معناها غير قانوني أو محظور أو ممنوع. they were feared from illicit use of funds، تم فصلهم بسبب استخدامهم لأموال غير قانونية. تمام تمام. برنسبل وبرنسبل
الفرق ما بينهم، الأولى دي اسم. طيب الاسم ده معناه ايه؟ معناه مبدأ أو قانون أو حقيقة. زي مثلا هنا الدراسة معتمدة على مبدأ الديناميكية الحرارية. تمام. طب برنسبل التانية دي صفة معناها رئيس أو أهم، يعني رئيسي أو مهم أو هام أو أكثر أهمية. Principal investigator is in charge، يعني الباحث الرئيسي. تمام. بيقول لك هنا memory trick، يعني تريكاية. البرنسبل is your bell in bell، والبرنسبل is a rule in bell. يعني بيقول لك افتكر ان the principal is bell دي جملة تفكرك ان بال دي يعني رئيس او كده، صديقك المدير ان هو صديقك، والتانية هنا المبدأ هو قاعدة، عشان ما تنساش الفرق ما بين الاتنين. حلو. كومبلمنت وكومبلمنت برضو. طيب الأولى معناها يكمل، ودي هنا فعل to complete انه يكمل او make all. حلو. TRNA من schools complement the your content، يعني ايه؟ اجسام المضادة تكمل الجهاز المناعي. طب complement بالاي معناها يمدح، انه برميز اللي هو يمدح، او experiment admiration يعني يظهر او يعبر عن الاعجاب. the reviewers compliment was welcome، يعني المجاملة كان مرحب بها. يعني هنا ممكن برضو نستخدم حاجة تفكرنا في compliment، هي complete يعني نفتكرها. لكن compliment I like you، ان انا بعجب بيك، يعني نفتكر الاي بان في هنا في I like اول هنا فيها I. discrete وديسكريت. طيب ايه الفرق ما بين الاتنين؟ الفرق بكل بساطة ان الديسكريت الاولى معناها صفة، حلو، ومعناها منفصل وتقدر تعدها. استخدام العلمي the data points from discrete clusters، يعني نقاط البيانات منفصلة عن بعضها. طيب الديسكريت التانية معناها ايه؟ معناها حذر او سري. زي مثلا please be discreet with preliminary data يعني كن حذرا مع البيانات الأولية. حلو. عايزين هنا نعمل تدريب. هنا بيقول لك السياسة هتؤثر على كل أعضاء أو فريق المختبر، يبقى effect يؤثر. طيب oxygen is principal ولا principal component of air؟ هو مركب أساسي أو مهم أو رئيسي من الهواء، فهتبقى برنسبل التانية اللي هي الأولى دي، بس احنا خدناها التانية فوق. ماشي. الأنتي بايودز المضادات الحيوية أو الأجسام المضادة مالها تكمل الجهاز المناعي. طيب تكمل اللي هي كومبلمنتس دي. تمام. We must be decrease about confidential result، مع النتائج السرية نكون حذرين. discreet طبعا إجابات عندنا تحت هنا اهي. اللي حابب يرجع بقى معنا يراجع، هو بيراجع مع نفسه. يقول لك هنا تريك هوموسيام سبيلينج. التريك هوموجرافس سيم سبيلينج وديفرنت مينينج، يعني نفس الحروف والكتابة ولكن مختلفين في المعنى. حلو. كلمة lead to guide أو a heavy mental، يعني ممكن تكون موجه ليه أو معدن ثقيل. تعالى هنا نشوف كلمة lead كفيرب مع lead إن هو إن هو يدير
أو يقود. دكتور إيفانس will lead the project، هتدير المشروع. الليد كنون اللي هي lead a heavy metallic element يبقى the bib was made of lead، يعني الأنبوب من الرصاص. تمام. more essential homographs، يعني بعض الحاجات المهمة. تمام. هنا مثلا نبدأ بكلمة wide، ريح. moving air، وتحرك الرياح. the wind turbine generate power، يعني توربين الرياح بيولد طاقة. طب wind to turn أو go. you must wind the clock، لازم تلف الساعة. كلمة تير معناها طير. تريب يعني don't tear the member، لا تهين المنبر. حلو. اللي بعده كلمة تير بالاي a drop from I the international caused a tear، سبب مشكلة. minute اللي هي من 60 سكند، يعني الدقيقة فيها 60 ثانية. انتظر دقيقة، يعني انتظر دقيقة واحدة. تبقى ممكن my note اللي هي very small، يعني صغير. we found minute trace of component، وجدنا شيء صغير من المركبات. تمام كده. تمام. طيب كلمة بروجكت وسبجكت وكونتراكت وريفيوز. بروجكت ممكن تيجي مع اسم، لما اقول المشروع البحثي كذا. طيب لما تيجي فيرب، لما اقول احنا نتوقع زيادة 20%، يبقى المشروع تيجي بمعنى يتوقع برضو لما تيجي فعل. كونتراكت ما تيجي نون. ساين ذا ريسيرش كونتراكت، يعني اسم المشارك، تيجي بمعنى المشارك. تمام. لا، كونتراكت تيجي بمعنى عقد البحث. طب لما تيجي في المينتالز كونتراكت وين كولد، المعادن ايه؟ تيجي بمعنى تنكمش لما تبرد او بالتبريد. كلمة subject لما تيجي اسم، قول the human subject gave consent، معناها تيجي بمعنى المشارك. هنا نقول المشارك البشري. تيجي فعل we will subject the sample to heat، نحن نعرض العينة للحرارة. تيجي بمعنى نعرض لما تبقى فعل. refuse تيجي بمعنى ايه لما تكون verb، ولما تبقى noun. verb لما يبقى معناها يرفض. organism will refuse the spoiled، يرفض المغذي الفاسد. الاسم dispose of chemical refuse probably، يعني نفايات، تيجي بمعنى نفايات كيمياء. ايه هنا بالنسبة للجملة دي يعني. في البيولوجي بقى والطب، يعني شوية مصطلحات كده نقرأها مع بعض، وربنا يرزقنا الفهم فيها يعني. فالكرار وفالكولتشر. فالكرار كصفة معناها وعاء. طيب فالتشر أو فالتشر معناها شبكة من الأوعية لما تبقى اسم. respiration و breathing. respiration يعني تنفس خلوي، اما الخلية بتعمل تنفس خلوي عشان تنتج ATP. طيب البريثنج ده ايه بقى؟ البريثنج ده انا تنفس الرئة العادية، اللي هو لما انت بتتنفس اسمه بريثنج. طيب الفايبل والفيسابل، حلو قوي. فايبل يعني قابل للحياة، يعني قادر انه يعيش او يتواجد. الفيسابل قادر ان هو دون قابل للتنفيذ بقى، او accomplished. ماشي. خش في اللي بعده. incidents او prevalence،
incidence number of new cases يعني حالات جديدة أو عدد من الحالات. تمام. relevance total number of existing cases عدد أو العدد الكلي للحالات الموجودة. morbidity morbidity ومورتاليتي مش بتفرق كتير. morbidity يعني state of disease or ills المرضية، تعني كلمة مرضية يعني الوفيات، معدل الوفيات، معدل المرضى. تمام جدا. نروح للكيمياء. الكيمياء ربنا يعيننا. الكيمياء دي مش بحبهاش، لو سمعني حد صعب يضربني، بس يلا عادي. اول حاجة هنا المصطلحات الكيميائية. المول يعني هنا معناه يعني 36 جزيء من المول بيحرقوا الحيوان. طب البيز اللي القاعدة بروتون اكسبتور فانديشن او بوتون. طب السولت ملح بالطعام وهو مركب ايوني. حلو اوي. الجورجانيك العضوي مثلا المركبات المعتمدة على الكربون زي مثلا مركبات الزراعة العضوية. السوليوشن محلول homogeneous mixture answer to problem يعني حل المشاكل بالمحلول الكيميائي. ومحلول كيميائي برضه حل المشاكل. الفيزيكس والانجينيرينج إرميشن مطر المصطلحات الفيزيائية. الفورس في الفيزياء الفورس بتساوي الماس في الاكسلريشن، الكتلة في العجلة او في التسارع. جنرال تو كومبل يعني في العامية بتبقى اجبار. دي يعني بجبرك تعمل حاجة. الورك في الفيزيكس انرجي ترانسفير طاقة الحركة اظن او الشغل يعني، ودي بتبقى تمثل وظيفة. الباور في الفيزيكس rate of doing work معدل او القدرة على عمل اي شيء، ودي تعني التحكم او السلطة. بالكرنت اللي هو في الفيزيكس الفلو اوف تشارج الكتريستي معدل تدفق الشحنة، ودي بتبقى بتمثل كلمة حديث او مودرن جديد. طيب كلمة field region of influence magnetic او electric منطقة التأثير الكهربي او المغناطيسي، ودي بتبقى كأرض او دراسة مساحة. ماشي. كويك ريكونفرنسز اهم 10 ازواج يعني كل زوجين مع بعض ايه الفرق ما بينهم كده. تمام. اول زوج حرارة تؤثر على النمو، يبقى التأثير كان كبير. وهنا كلمة verb influence وناون result والresult noun. يبقى هنا كلمة الزوج في الكلمات دي هما مين ومين؟ هما الافكت والافكت. طيب elite a response elite drug use استخرج رد فعل، يستخرج ودي معناها غير قانوني. وهنا الفعلين إليت وإليت بتاعتنا. طيب أرشميدس برنسبل انفستيجيتور يعني مبدأ أرشميدس والمحقق الرئيسي. فاندامنتال لو والبرايمري يعني الرئيسي المبدأ، وهنا دي كلمة رئيسي برنسبل وبرنسبل. antibiotics complement هي complement her work لها مضادات حيوية تكمل، هي بتمدح عملها، هو بيمدح عملها. كلمة يكمل هنا المديح complement discrete data points be discrete with data. discrete data point نقطة بيانات الداتا مفصلة، لكن هنا عندي خليك حذر مع الداتا اللي separated او
كونجنز ماشي. ديسكريت اللي هي عرفناها ورا، والديسكريت حذر، ما الأولى منفصلة. lead the team. lead is toxic toxic يقود الفريق. حلو. ده الإرشاد. mental element اللي هو البي اس توكسيك معقد يعني. كلمة lead وليد اللي عندنا. 1 minute left. a minute quantity. 1 minute left معناه يعني دقيقة أو كده، لكن quantity minute كمية ضئيلة very small. حلو. الهيومن subject is a sample to stress. المشارك البشري دي الأولى. معناها تعيش أو تنجز. الفيبل سيل وافيبل سوليوشن يعني خلايا قابلة. ده شخص أو فعل. السبجكت فوق ممكن يجي شخص، اسم شخص أو فعل، مش اسم شخص يعبر عن شخص، اللي هو زي كلمة المشارك البشري. لكن هنا في الفايبل سيل وال available solution خلية قابلة للحياة، وده محلول ينجز. لو able to دي able to live visible or visible. electric current search flow الأولى معناها تيار كهربي حديث كهربي، أما ده حديث وده معدل الحرارة وده تيار كهربي. طيب عرفنا كل زوجين مع بعض معناهم ايه. خطوات عملية عشان اخلي حتة الهومونيومنس والهوموجرافس كويسة عندي، ان انا اعمل 5 حاجات. ايه هما؟ اول حاجة حط قائمة الكلمات اللي انا بتبعها او بستعملها، واعمل نوت خاصة بيا، يعني تريكات كده، واخد ملاحظات خاصة بيا، وراجع القائمة قبل ما اسلم اي بحث. يعني الحاجات اللي اغيرها دي او المتشابهة اعمل عليها تشيك تاني، واطلب من حد زميلي انه يراجعها يشوف لو فيها اخطاء او كده. استخدم طبعا مدقق بس ما نعتمدش عليه 100%. طبعا اخر حاجة كل ما تكتب بحث او تقرير عالمي افتح الذاكرة وراجع الكلمات الحاجة قبل التسليم. الخلاصة هنا الدقة مهمة في البحث العلمي. في الكتابة استخدام wrong word comprehension change your meaning، يعني استخدام كلمات خاطئة يخليك تغير المعنى. السياق هو المفتاح، يعني كلمات كتيرة بيبقى ليها أكتر من معنى، بتعتمد على السياق، ودايما بنعتبر المعنى أو الاستخدام العام أو اللي بيستخدمه كل الناس في التكست بتاعنا. التعلم المستمر لازم هم الاتنين دول يبقوا ongoing process. stay vigilant keep learning. استمر في التعلم. ده مش حفظ انتهى، مش انك تحفظ الحاجة وخلاص، لا، استمر في التعلم. طور عاداتك، اخلق عادة ليك، خلي قائمتك الشخصية اهم من اي حاجة. شكرا لكم، ونشوفكم فيديو جديد. لو استفدتوا بأي شيء ما تنسوناش في دعوة كويسة كده حلوة، ولو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب. ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.